السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بص يا حبايبي، انا كده جايبه لكم طريقه عمل البرجر. ده كده ربع كيلو لحمه مفرومه. كان عندي كوبايه برغل. على فكره البرغل بيديله طعم حلو جدا. حطيته في ميه سخنه ولمده نص ساعه لغايه لما يطرى. وبعد كده هجيب التوابل واحطها على اللحمه المفرومه. هحط نص معلقه بابريكا. ولو عندك شطة حطي، بتبقى حلوة جدا. واحط بصل بودر عشان ما كانش عندي بصلاية يعني. كان للاسف بقالنا فترة تعبانين انا وعيالي، ما كنتش بروح السوق. فما كانش عندي بصل. لو انت عندك بصلايه متوسطه بشريها وحطيها، وحطي فلفل اسمر. وحطي اغلى يعني التوابل اللي عندك، كزبره، وحطي شطه، وحطي توم باودر، بصل باودر. حطي بابريكا بتدي طعم جميل. وحطي طبعا ملح، ظبطيه ما تحيقوش قوي عشان في مكون دلوقتي هنحطه هيكون مملح شويه. ودي كده اهوت انا بحط الشطه عشان انا عايزاه يبقى سبايسي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الربع كيلو دوت عمل لي 10 قطع برجر حلوين جدا مش وحشين. وده كده احط هنا التوم البودر. وانتي لو مش عندك كبة، هتاخدي العجين ده بعد ما اوريهولك وهتحطيه في مطحنة الخلاط تضربيه حبة بحبة. كده في خلطة البرجر دي حلوة جدا. هاخد منها معلقة على التوابل دي كلها. وبعد كده هروح عصرة اللي هو اللهم صل على النبي، فول الصويا يا جماعة بيديه طعم الشارع، لان توابل الشارع بتكون عبارة عن فول صويا. بصوا كده هعصرها بقى كلها. لازم تنزلي منها المية كويس جدا وتروحي حطها على اللحمة المفرومة عندك. هبدأ كده. دي عبارة عن كوباية فول صويا يا جماعة منقوعة. انقعيها يعني نص ساعة زي ما قلتلك كده، وتكون المية سخنة. وبعد كده قبل ما تحطي الخليط ده كله تحطيه في المفرمة. حطي له بياض بيضة. تاخدي بس البيض وتحطيه عليه عشان يبقى البرجر معاكي متماسك اكتر. وهتبدأي دلوقتي تدعكيه كويس جدا بايديكي كده كأنك بتعجني. وهتروحي لو مش عندك كبة او مفرمة هتروحي حطاه في مطحنة الخلاط حبة بحبة كده. وتروحي ايه مطلعوها عشان تديكي كده اللحمة بالحاجات دي كلها تبقى متجانسة مع بعضها. وبعد كده هدخلها التلاجة بعد ما هدعكها كويس نص ساعة. وطبعا افرمها هدخلها التلاجة عشان تطلع ان اقدر ان انا اشكلها. بس للاسف انا ما كانش عندي مكبس البرجر. لو عندك هيدي شكل جميل جدا. وممكن بدل ما تعملي 10 تعملي كمية قليلة وتبقى حجم البرجرية معاكي كبيرة، مش تبقى يعني مش هتبقى قليلة. والله بيبقى طعمه تحفة احلى من بره بكتير. جربي كده والله ان شاء الله تدعيني. بصوا حبايبي كده انا فرمت اهوت اللهم صل على النبي اللحمة. وبعد كده هبدأ اكورها اعملها كور عشان هبدأ اشكلها. بعد كده انا جبت اكياس تلاجة عادية جدا. وكان عندي زي طاسة صغيرة او كده مدورة. حاولت ان انا اشكل فيها، شكلت فيها شوية وشكلت برضو على ايديا. دورتها وعملتها برجراية. والله كانت مش مظبوطة، بس اهم حاجة النتيجة طالعة معاكي حلوة وحاجة نظيفة وحاجة بيتي. بعد ما تشكليها هتدخليها في الفريزر. وبعد كده تطلعيها قبلها يعني ب5 دقايق كده. وتبدأي ان انت تقليها في نقطة زيت. بس كده يا جماعة سهلة جدا وجميلة. جربوها. وعايزة دعوة منكم حلوة بالله عليكم، ادعوا لبنتي ربنا يشفيها عشان هي تعبانة قوي. ربنا يشفيها ويعافيها. الفيديو دوت كان عندي على الموبايل يعني وكده. فقلت انزله ويعني وهريح شوية بقى من القناة، لان بجد الواحد بصراحة ما بيلاقي مشاهدات وكده نفسيته بتتضايق وبتتعب. فبالله عليكم كده اللي يدخل ويستفاد من القناة اي حاجة يدعيلي دعوة حلوة كده بظهر الغيب، ويدعي لعيالي ربنا يشفيهم ويعافيهم ويبارك لي فيهم ويخليهم لي يا رب ويحفظهم لي ويحفظ لكم اولادكم ويبارك فيكم يا حبايبي يا رب كده. ودهوت كده انا هشكل البرجر زي ما انتوا شايفين. هجيب الكيس وهفتحه نصين وهبدأ ان انا ادخل فيه قطعة قطعة كده وهدوس عليها بايديا واشكل البرجراية. هتشوفوا دلوقتي حبايبي معايا. ولو عندك زي ايد هون ولا حاجة هتبدأي بعد ما تدخلي البرجراية برضو كده هتروحي يعني ايه حاطة اللي هو حتة الكيسة التانية عليها وتروحي عاملاها بالايد الهون كده هتتظبط معاكي اكتر. اهو زي ما انتوا شايفين كده بعملها. بس انتي لو عايزة تكبري حجم البرجراية بصراحة شوية لان دي كانت كبيرة عليها. او ممكن تجيبي غطا اللي هو بتاع التوابل ده برضه هيبقى حلو جدا معاكي.
يعني اعملي بالمتاح. القصه ان انت بتعملي حاجه تبقى نظيفه، وحاجه ايه يبقى طعمها كويس، وانت عارفه انت حاطه فيها ايه، غير بره برضه يا جماعه. بس كده زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في التعليقات، وادعوا لنا دعوه حلوه كده من قلوبكم، بجد محتاجين الدعاء، لان الحياه ملخبطه معانا كده الايام دي. الحمد لله على كل حال. ف ربنا كريم باذن الله. اهو يا حبايبي كده انا شكلتها، وبعد كده هجيب برضو كيس وهبدأ ان انا افتحه. يعني هتشوفوا دلوقتي معايا، هدخل في البرجرايه واروح قافله عليها، واحط برضو من فوق تاني. ده اللي مش عنده الورق اللي هو بتاع البرجر ده، او ورق الزبده او كده. تمام. يعني اعملي بالمتاح عندك، وما تقفيش على حاجه. الحياه ما بتقفش على اي حاجه، ولازم تجربي وتعمليه. والله ده ممكن ينفعك في غدا، ممكن تعملوا منه سندوتشات لعشاء، اللي يريحك. تمام. انا عملته في غدا، وعملت جنبه مكرونه، وكان طعمه حلو جدا والله، ما كانش وحش. يعني كانت اكله سريعه بالنسبه للايام دي، طبعا تعبانين وبرد، فالحاجات السريعه دي بتبقى افضل من الطبيخ والكلام ده كله. دي اللي انا هو اتشكلتها بايديا، ما شاء الله عملوا لي 10 برجرات حلوين، يعني مش وحشين بصراحه. والحمد لله يوم بيعدي يوم، وكل يوم في حيره على الاكل. يلا، عايزه منكم دعوه حلوه بالله عليكم، ادعوا لبنتي ربنا يشفيها ويعافيها، وربنا كده يكرمنا ويكرمكم ويوفقنا ويوفقكم. وطبعا بشكركم جدا. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا حبايبي، صلوا كده على النبي. وبصوا انا عملت من ربع كيلو لحمه مفرومه، عملت 10 برجرات تحفه، وهوريكم غدانا النهارده اهو. ما شاء الله بيتقلي والله يا جماعه من ربع كيلو لحمه. وعملت مكرونه محمره. لو عايزه تعرفوا البرجر ده اتعمل ازاي، اشتركي عندي في القناه ولايك، وباي باي.